في قلب اسكندرية، في شارع هادي ومظلم، في عمارة قديمة كل الناس بتخاف تقرب منها، مش علشان شكلها، لكن علشان الدور الخامس. كل اللي حاول يسكن هناك اختفى. والنهاردة هحكي لكم حكاية يحيى، الشاب اللي قرر يفتح باب ما كانش لازم يتفتح أبداً. في شارع النيل في اسكندرية كان فيه ناصية غريبة سكونها يخوف. هناك عمارة قديمة من 5 أدوار، بس الدور الخامس محدش قادر يعيش فيه. الناس بتقول أي حد حاول يسكن الدور الخامس ما كملش شهر واحد، كأن الشقة دي بترفض البشر. يحيى شاب في كلية هندسة، مغامر وبيعشق التصوير. سمع عن الشقة ورخص سعرها خلاه ما يترددش. قرر يسكن فيها رغم كل التحذيرات. أول ليلة دخل يحيى الشقة وهو متحمس. الشقة واسعة بس التراب مغطي كل حاجة، والريحة خانقة كأنها متقفلة من سنين. اللي لفت نظره لوحة كبيرة في الصالة، طفل صغير قاعد في جنينة مهجورة وبيعيط. ورا الشجر خيال واقف بيراقبه. يحيى حس بضيق بس طنش وقال لوحة وخلاص. في نص الليل وهو بيرتب أوضته حس ببرودة غريبة ماشية في ظهره، وسمع صوت خربشة جاي من الحيطة. افتكر إنه فار، لكن الصوت اتحول لهمس، كلمات متقطعة كأن في حد بيناديه من بعيد. يحيى وقف مذهول مش فاهم حاجة. مسك الكاميرا بسرعة ووجهها ناحية الحيطة. فجأة الكاميرا فصلت شحن مع إنها كانت مشحونة بالكامل. في نفس اللحظة يحيى سمع صرخة طفل جاية من جوه الحيطة. الطفل اللي في اللوحة هو نفسه اللي صوته بيتسمع دلوقتي. الأسبوع الأول عدى والأحداث الغريبة كترت. كل يوم بالليل خبط على الباب، ولما يحيى يفتحه ما يلاقيش حد. مرة صحي من النوم لقى اللوحة متغيرة. الطفل اللي كان بيعيط دلوقتي بيضحك. الرعب زاد جواه. قرر يسأل الجيران. لقى عم علي راجل عجوز ساكن في الدور الأرضي، وحكاله القصة المرعبة للشقة. قال له يا ابني الشقة دي ملعونة. كان في رسام عاش هنا مع مراته وابنه، وفي ليلة العيل اختفى فجأة. الراجل رسم له لوحة وهو بيعيط، ومن بعديها الولد ما بانش تاني. أي حد يسكن هنا بيشوفه أو يسمع صوته. يحيى ضحك وقال خرافات، لكن الحقيقة قلبه كان بيترعش. قرر يكمل، لكن اللي شافه بعد كده ما كانش متوقعه. في ليلة وهو بيتفرج على فيديوهاته اكتشف حاجة مرعبة. في كل فيديو في خيال اسود وراه. كل ما يقرب الكاميرا الهمس يزيد. قرر يفتش الشقة كويس. وقف قدام اللوحة، لاحظ إن وراها في فراغ. شالها ولقى باب سري صغير. حاول يفتحه ما اتفتحش. فجأة الكاميرا اشتغلت لوحدها، وظهر وش الطفل مشوه على الشاشة وعينيه بتنور أحمر. وقعت الكاميرا من إيده وبدأ يضرب الباب برجله لحد ما اتفتح وكشف له عن أوضة صغيرة مظلمة. الأوضة ريحتها عفن، مليانة دومة مكسرة وألعاب قديمة. في الركن كرسي هزاز وعليه دمية كبيرة عينيها بتنور أحمر ضعيف. الكرسي اتحرك لوحده والدمية اتكلمت بصوت طفل. رجعت يا يحيى، مش هسيبك إلا لما لاقي لعبي. الباب اتقفل من وراه
الجو بقى برد شديد، نفسه بقى فيه بخار. الأوضة بدأت تصغى حواليه، والدمى بتزحف ناحيته. وسط الرعب ده لقى كراسة رسم على الأرض، فتحها ولقى رسومات لكل سكان العمارة، كل واحد محبوس جوه مربع غريب. الصفحة الأخيرة فاضية، لكن فيها إطار مكتوب تحته يحيى. فهم إن الكراسة دي فخ وأرواح الناس محبوسة جواها. إيدين الطفل خرجت من الحيطة وسحبت رجل يحيى، صرخ بأعلى صوته ومسك القلم بسرعة. بدأ يرسم نفسه في الإطار، والأوضة كلها سكتت فجأة. الألعاب وقفت مكانها، والدمية رجعت ساكتة. بس جسمه بدأ يتلاشى، لقى نفسه في مكان أبيض واسع فاضي، والكراسة في إيده مفتوحة على صورته. تحت عم علي سمع صوت صرخة عالية، طلع جري على الدور الخامس، فتح الشقة بالمفتاح الاحتياطي، لكن يحيى اختفى. العفش كله موجود، اللوحة في مكانها، لكن الطفل اللي فيها اختفى، ومكانه دلوقتي صورة يحيى بيضحك. دخل عم علي الأوضة السرية، لقى الكراسة مفتوحة على صفحة يحيى، الحبر لسه طري بينقط، وفي المراية انعكاس يحيى بيضحك له. وفي اللحظة دي سمع ضحكة طفل خارجة من الكراسة، ضحكة بريئة لكنها شيطانية، وكأن اللعبة لسه ما خلصتش. عم علي طلع من الشقة بسرعة، وشه أصفر والخوف مليه. قفل الباب وراه جامد، بس لسه سامع صدى ضحكة الطفل بتجري وراه. بص على العمارة من تحت في الشارع، لقى نور خفيف بينور ويطفي في شباك الدور الخامس، كأن يحيى مش لوحده اللي محبوس هناك. عم علي فهم إن اللعنة لسه ما خلصتش، وإن الشقة هتفضل مستنية ضحايا جدد. القصة خلصت، لكن تأثيرها لسه موجود. لو عجبتك سيب بصمتك بإعجاب ومشاركة.